لكن المدرب وقتها فايلر كان بيتريق على تريزيجيه قدام اللعيبه، وكان بيضحكهم عليه عشان مش فاهم الكلام اللي بيتقال له، وده اثر نفسيا عليه وخلى ثقته في نفسه تتهز، خصوصا انه جاي من مكان كان فيه نجم محبوب وجمهوره بيهتف له، فجاه يلاقي نفسه لوحده مش فاهم حد ومش قادر يعبر عن نفسه. في وسط كل ده تريزيجيه كان بيحاول وكان بيتدرب بجد وبيحاول يثبت نفسه، لكن الفرصه كانت قليله جدا وما خدش الوقت الكافي اللي يقدر يبرهن فيه عن نفسه. ومع ان الماتشات اللي لعبها كان واضح فيها انه مختلف، بس الاداره ما كانتش مقتنعه خصوصا بعد الاصابه، وكان الحظ قرر يقف ضده في بدايه المرحله. لعب مع اندرلخت 11 ماتش ساهم فيهم في جون واحد بس بصناعته للجون ده وما سجلش اي اهداف، فتريزيجيه كعادته ما استسلمش وكان شايف ان اوروبا لسه فيها فرصه تانية ليه، بس يمكن مش في اندرلخت، وفعلا يقرر يدور على فرصه تانية ويبدا من جديد في نادي يقدر يثق فيه ويشوف موهبته من غير ما يحكم عليه من اول اصابه او لغه مش عارفها، والنادي ده كان نادي موسكورن البلجيكي.